اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن واحده من اكبر فضائح في تاريخ الشركات الناشئه، قصه ثيرونس. ازاي شركه كان تقييمها 9 مليار دولار تنهار فجاه؟ ليه مستثمرين كبار وسياسيين وسلاسل صيدليات ضخمه صدقوا في تكنولوجيا ما كانتش شغاله اصلا؟ خلونا نشوف القصه كامله. في 2003 إيدريس هولمز وهي عندها 19 سنه بس سابت جامعه ستانفورد وقررت تعمل شركه ثيرونس. حلمها تغيير عالم التحاليل الطبيه تماما. كانت بتقول ان هم اخترعوا جهاز سحري يقدر يعمل مئات التحاليل باستخدام نقطه دم واحده من صباعك. لا سحب دم بالإبرة ولا انتظار، تحليل سريع رخيص بدون ألم. الكلام ده كان شكله اختراع خرافي. أكتر من 700 مليون دولار من مستثمرين كبار زي روبرت ماردوخ وصناديق استثمار ضخمة. الإعلام صور إيديبس على إنها ستيف جوبز الجديد وفضلت لابسة تيشيرت أسود عشان تحافظ على الشكل ده. المصيبة إن التكنولوجيا ما كانتش شغالة أصلا. الجهاز بتاع ثيرونس اللي كان اسمه إديسون ما كانش دقيق والتحاليل اللي كان بيطلعها كانت غلط. والكارثة الأكبر، بدل ما كانوا بيعتمدوا على الأجهزة بتاعتهم كانوا بيستخدموا أجهزة تقليدية عادية من شركات تانية. مرضى كتير اخدوا نتائج تحليلهم غلط، وناس قال لهم عندكم سرطان بالغلط، وناس تم تشخيصهم بامراض وهميه. ثيرونس لفقت نتائج عشان تضحك بيها على المستثمرين والشركات، واي موظف يعترض يا اما يترفد يا اما يتعرض للتهديد. لكن اليزابيث كانت مكمله في الكذب، وكل ما حد يشكك كانت بتنكر كل حاجه. وفي 2015 الفضيحه بدات تطلع للنور. صاحب فول ستريت جورنال اسمه جون كاريرو كشف الحقيقه، والناس بدات تسال فين التكنولوجيا اللي وعدتونا بيها. وفي 2018 اليزابيث ومدير العمليات سامي بلوني اتوجه لهم اتهامات بالنصب وكانوا مهددين بالسجن لمده 20 سنه. وفي 2022 اليزابيث اتدانت رسميا واتحكم عليها ب 11 سنه سجن. اما ثيرونس اتقفلت للابد. طب ايه ممكن نتعلمه من القصه دي؟ واحد، العلم قبل الدعايه. مهما كانت الفكره حلوه لازم تكون حقيقيه قبل ما تفكر تبيعها للناس. اتنين، الشفافيه اهم حاجه. الكذب مع المستثمرين والعملاء هيوقعك في الاخر. تلاتة، الاخلاق قبل الفلوس. في الاخر هي مساله حياه او موت مش بس بيزنس. وبكده نكون خلصنا قصة ثيرونس، شركة بدأت بحلم كبير وانتهت بفضيحة عالمية. ماشي، قولوا لي بقى في الكومنتات، إليزابيث كانت مجرد شخص طموح ولا كانت عارفة إنها بتكذب على الناس؟ ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب عشان نكمل معاكم في أقوى قصص البيزنس. نشوفكم الحلقة الجاية.